مشاهدين قناه خلطبيطه كوره، اهلا وسهلا بكم. استعرض محمد صلاح اللي هو يسجل هدف المباراه الوحيد ضد فريق برينفورد عشان يتقدم ليفربول على برينفورد بهدف لا شيء. هدف محمد صلاح النهارده بيكسر الارقام القياسيه. اول رقم، هو اول لاعب في التاريخ يسجل في 9 مباريات متتاليه في الانفيلد. وتاني حاجه عادل رقم ستيفن جيرارد 186 هدف سجلهم، وهو الخامس في الهدافين في ترتيب الهدافين في تاريخ لعيبه ليفربول. هدفه ده كان الهدف رقم 100 في الانفيلد. ارقام قياسيه كبيره جدا وتالق من محمد صلاح، احد اساطير ليفربول ونجم نادي ليفربول. كل يوم ما شاء الله عليه، الله اكبر، بيحطم ارقام جديده وبيأكد انه لاعب فريد، لاعب تاريخي، واحد من احسن لعيبه في العالم. 7 مواسم متتاليه في نفس الليفل، محافظه على نفس مستواه. ده شيء اعجازي، شيء كبير جدا بينافس بيه اللعيبه الكبار، وهو لعيب كبير بيتحط في مصاب بعد ميسي وكريستيانو، ينضم ليهم محمد صلاح وبنزيما واللعيبه دي، اللعيبه الثابته على مستواها مواسم كتير متتاليه. والنهارده محمد صلاح غير الهدف، محمد صلاح متالق، بيصنع ليه نونيز اللي بيضيع، بيصنع ليه جوتا متحرك في كل ارجاء الملعب. ليفربول بيواصل الضغط على مانشستر يونايتد، هيبقى الفرق نقطه، ولكن مانشستر ناقص له مباراتين مؤجلتين. ممكن لعل وعسى ممكن ليفربول يخطف المركز الرابع. لو ما قدرش يخطف المركز الرابع، على الاقل يفضل في المركز الخامس ويلعب اليوروبا ليج العام القادم. اتمنى رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتدعمونا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.